يعني هذه الدورة لازم نعطيها معنى قيمة حقيقية تشمل المبدأ الأساسي وهو الأخلاق، مبدأ الوجدانية. فيما بعد الخرطوم في مسيرة العمل النضالي ضمن الكتائب وهي بمعنى الطابور حتى تتم مسيرة النضال الثوري. ونتمنى من الرفاق جميعا الالتزام بالمبدأ الأخلاقي وعلى فكر وفلسفة القائد عبد الله وجلال. ضد كل الهجمات الداخلية والخارجية وعلى أساس نظام الداخل يبقى بدون العمل من أجل المصالح الشخصية سأنضم بكل جرأة وانضباط وقرار ضد كل أنواع الصعوبات.